هلا وهلا، وشلونكم؟ ان شاء الله بخير. شكو ماكو؟ شو مسوين ما مسوين؟ كتبولي بالتعليقات. اليوم حبيت اجيكم فيديو بسيط ظريف، شوية اكلات، شوية تنظيفات. سويت همينة كيك بطريقة كلش طيبة، همينة جربوها ان شاء الله تعجبكم. هنا حبايب ورا ما تريقنا وكملنا بلشنا بالتنظيف. اليوم عندي حاملة شوية على الأجهزة الكهربائية اللي محطوطة على الكاونتر. بلشت أنظف بيهم تقريبا كل فترة، يعني كل ما أشوفهم يحتاجون تنظيف أسوي لهم حملة تنظيف عميق لكل الكهربائيات اللي موجودة عندي، حتى أبقى محافظة عليهم وما يخربون بسرعة، لأن أنا مخليتهم يم الكاونتر فيتعرضون للماي هاي الأمور. فدائما أمسحهم. ووراها بلشنا بيومنا كغدا عشاء ان شاء الله، همينة راح تشوفوا بهالفيديو. اللي وصل لهنا حبايب يصلي على النبي، لايك، تعليق، ومشاركة همينة، ولا تنسون تفعلون زر الجرس حتى اي شي انزله بالقناة يجيكم اشعار وتقدرون تشاهدوه وتستفادون من عنده. هنا حبايب نظفت القلاية الهوائية ونظفت الكابسة مال الصاج، انه نستخدمها دائما فاكيد تتوسخ. ونظفت المايكرو لان دائما احمي بالصمون الصبح. وهنا حبايب كان الغدا مالتنا مرق بزالية كلش طيبة. سويت وياها تمن شعرية، طريقتها كلش بسيطة. وياها تمن شعرية، شوفوا شلون نثري وحباية حباية. هنا أنا استخدمت تمن جوكر كلش طيب، نكهة مالته كلش طيبة. وهذا كان غدانا لليوم، ان شاء الله عجبكم. يعني شي خفيف بسيط وهمينه طيب. وأكيد السفرة العراقية ما تحلى من غير الخضورات، الخيار، هاي السوالف الحلوة اللي تفتح النفس. هنا حبايب بلشت أجهز لكم كيكة عسرونية، كيكة الأمهات. أنا هنا سويت مقدارين، انتوا تقدرون نص المواد تسووها. أول شي خليت 6 بيضات، وضفت عليهم 2.25 كوب شكر وظرفين فانيلا، وخلطتهم كل زين. يعني ايدكم تروح من الخلط. تقريبا 5 إلى 7 دقايق ظلت اخلط بيهم لحد ما السكر كله ذاب تمام، وصار الخليط هيجي كريمي. ضفت عليهم 1.5 كوب من الزيت النباتي، وخليت عليهم همينة بس الكاميرا ما كانت تصور. تقريبا 2 كوب من الحليب السائل. المي مالته لازم يكون شوية يعني دافي، مو كلش حار ولا بارد. تمام. تخلطوهم سوا وتضيفوهم على الخليط وتشغلون الخفاقة لحد ما المواد كلها تختفي. وتضيفون تقريبا أنا ضفت 5 كوب من الطحين، و3 إلى 4 ظرف بيكنج باودر. وضروري الطحين بهاي المرحلة قبل ما تضيفوه للكيك لازم تنخلوه. تمام. هنا أنا بلشت أسوي الكيك طبقات. نص خليت عليهم جوزي كاكاو، والنص الثاني عفته أبيض، وسويتهم بهالشكل هذا. القالب دهنته بالراشي، أفضل بالراشي حتى نهائيا ما راح يلزق. شوفي أكيد مبين عندكم إنه هو أصلا الكيكة طالعة وحدها تمام من القالب، أو تقدرون بالزيت وطحين فوقه أو بالزبد عادي براحتكم. هذا هو شكلهم النهائي. تموت جربوها. شوفوا الهشاشة مالتها كلش طيبة حبايبي. لهنا خلص يومي وياكم. هذا هو كان الفيديو، إن شاء الله يكون عجبكم.